يا باشا انا عاوز اقول لك حاجه. انت ربنا عمرك ما هيظلمك ابدا، لان انت اسعدت ناس كتير ووقفت جنبهم. انا واحد من الناس، يعني انا عندي 46 47 سنه. من ساعه ما كنت صغير وانا كانت امنيتي حياتي اللي انا اسافر يعني. وكل حاجه اتعطلت، يمين شمال مش عارف ايه. تيجي لي بعد السنين دي كلها وبمساعدتك انت وبإيدك معايا طبعا، وطبعا قبلنا طبعا ربنا هو اللي رايد بكده. ونفس السفارة اللي ترفضني زمان، يعني أنا حاسس إن أنا دلوقتي آه، يعني ربنا عوضني بنفس السفارة وبالتأشيرة اللي كان حلم حياتي اللي تجيلي جات. فأنت ما تفكرش، طول ما عمرك نيتك خير. أنا كل ما أحكي لحد عليك وعلى اللي عملته وكده يقول لي استحالة استحالة، استحالة فيك استحالة فيك كده، أكيد أنت في حاجة غلط أنت بتقولها. والله ما حد مصدق. فانت ما تتلاشاش، انت ربنا ممكن يكون بعتك رساله ليا ولغيري لناس كتير. انت ما تزعلش ابدا. انت ربنا يعلم انا في اليوم كم مره او بصلي بعمل بفتكر اللي انت عملته. كل ما ابص للتاشيره، كل ما ابص للجواز، كل ما افتكر ان في سفر وهسافر واللي نفسي فيه بقالي حاجه و30 سنه انت سبب فيها. كفايه دي بس لك انت. انا بقول على نفسي انا يعني. صدقني والله العظيم انت ما تعرفش انا بحبك في الله قد ايه، لان انت سبب بعد ربنا في اللي انت عملته. فانت ما يهمكش اي حد يا باشا. انت ربنا بعتك لنا، ليا وللي زيي، تقف جنبنا وتعمل لنا ورق وتبسطنا. ده حاجه كبيره. ربنا بيقول تبسمك في وجه اخيك صدقه. بل اللي انت بتديله ايده، بتاخده من ايده كده وبتعمل له ورق وتعمل له بتاع وبتساعده عشان يحقق حلمه. طب ده ايه تاني؟ ده لو الاب وبيحاول بيدفع مال الدنيا عشان يقف جنب ابنه، انت بحاجات بورق بسيط باقل تكلفه ببتاع بتساعد. طب ده في حد ذاته نعمه من عند ربنا لنا قبل ما تكون لك.